أهلا بكم معانا. النهاردة هنتكلم في ظاهرة يمكن كلنا بنشوفها كتير. إزاي المشاهير بقوا بيشاركوا تفاصيل حياتهم الخاصة بشكل مكثف قوي. أهلا بيك. مصادرنا النهاردة متنوعة، مقالات ومقابلات، وهنركز على حالة محددة من مصر كمثال عشان نفهم أكتر يعني إيه اللي بيحصل ده وليه. تمام. والظاهرة دي يعني مش بس في مصر، دي عالمية. والسبب وراها غالبا بيكون رغبة الفنان نفسه إنه يسيطر على الكلام اللي بيتقال عنه. يسيطر على السرد بتاعه يعني. بالظبط. التحكم في السرد الإعلامي، إنه يقدم هو روايته للأحداث بدل ما يسيبها للإعلام أو الناس تفسرها. وده طبعا بيخليه يقدر يبني صورة معينة ممكن تكون خليط بين الحقيقة والإخراج شوية. طيب ناخد المثال اللي معانا. فرح مهيطاب بنت الفنان ماجد المصري. المشاهد اللي شفناها كانت بصراحة مؤثرة، فعلا. خصوصا مشهد الأب وهو متأثر جدا بيبكي وهو بيسلم بنته لعريسها. دي لحظات إنسانية حقيقية، يعني بتلمس أي حد. وهي اللحظات دي بالذات، يعني دموع الأب أو حتى الهدية المميزة بتاعت زوجة الأب رانيا أبو النصر إنها صممت الفستان بنفسها، دي كانت لافتة برضو. كل ده جزء من اللي بنتكلم فيه. هو أكيد في عاطفة صادقة ما ينفعش ننكرها، بس في نفس الوقت بتخدم الصورة العامة اللي الفنان عايز يقدمها للناس بعناية شديدة. بس هنا بقى ظهرت وجهة نظر تانية قوية جدا. والدة العروسة نفسها، الفنانة منى إيش الزوجة السابقة لمارد المصري، امم هي طلعت في فيديوهات وقالت كلام كتير. حست إنها اتهمشت وإن في تجاهل متعمد ليها في الفرح. اسمها ما اتذكرش، صورها ما اتنشرتش زي ما المفروض كأم للعريس يعني. وده يربطنا بكلام الناقد خالد محمود في مقاله عن أوجاع الحياة الخاصة للفنانين. إزاي؟ هو أشار إن السوشيال ميديا دي بقت يعني أداة، ساعات الفنانين أو اللي حواليهم بيستخدموها مش بس عشان يشاركوا الفرحة، لأ، ممكن لتصفية حسابات ياه. أو عشان يهمشوا طرف تاني. وهنا بيحصل التوتر ده بين إن الواحد عايز خصوصية وفي نفس الوقت بيستخدم العلن عشان يحقق أهداف تانية، وده ممكن يسبب خسائر زي ما المقال وصفها. والنقطة التانية اللي لفتت نظري، تصريح منى إشنش نفسها، إنها زمان رفضت عروض جواز كتير عشان ولادها، لكن دلوقتي قررت تتجوز تاني. التوقيت ده بالذات بعد إحساسها بالتهميش ده، يعني بيخلي الواحد يسأل، مش كده؟ ممكن جدا، ممكن يكون ده جزء من محاولتها إنها تستعيد هي كمان السرد بتاعها أو ترد على اللي حست بيه. يعني نرجع تاني لفكرة التحكم في السرد. تمام. لو بصينا للصورة الأكبر هنلاقي إن الحياة الشخصية نفسها بتفاصيلها وخلافاتها وأفراحها بقت ساحة تانية الفنان بيستخدمها عشان يدير صورته قدام الناس ويأثر فيهم. وفي نفس الوقت ماجد المصري نفسه بيقدم روايته هو كمان. حكى مثلا عن قصة تعرفه على زوجته الحالية رانيا أبو النصر، وإزاي العلاقة تطورت بسرعة واتجوزوا. أكيد. فدي رواية بتركز على حياته دلوقتي وسعادته، وده برضو جانب تاني من القصة وطريقة لتشكيل صورته هو كمان. وهي دي الروايات الكتير، ديو الزوج، الزوجة السابقة، الزوجة الحالية، الإعلام كمان، هي اللي بتخلي الموضوع ده معقد قوي وشبه الحياة الحقيقية أكتر ما كان زمان. والسوشيال ميديا مسهلة ده. بالظبط، كل واحد بقى عنده منصته واللي بيعرض منها روايته، والناس بقى قدامها كذا وجهة نظر زي الفسيفساء كده. إذن لو لمينا كل الخيوط دي مع بعض، إيه الصورة اللي بتطلع؟ الخلاصة، الموضوع بقى أكبر من مجرد مشاركة لحظات سعيدة وخلاص، صح؟ أعتقد كده. يعني الخلاصة مش بس إن الحياة الخاصة بقت علنية، لأ، ده كأن صناعة الدراما الشخصية دي أو العائلية وتحويلها لمحتوى الناس تتفرج عليه بقى جزء من استراتيجية الشهرة نفسها في العصر الرقمي، بكل اللي فيها بقى من مكاسب ومخاطر. وده ياخدنا لنقطة أخيرة ممكن نفكر فيها، سؤال مهم بصراحة. هو للدرجة دي انغماس الناس في تفاصيل حياة المشاهير الخاصة دي، سواء أفراح أو يعني خناقات على الهوا، بيأثر على تقديرهم لشغلهم الفني الحقيقي؟ امم سؤال قوي. وهل فن إدارة الحياة الخاصة ده بقى مهارة أساسية للنجومية دلوقتي، زي الموهبة نفسها؟ يعني سؤال مفتوح محتاج تفكير.